دور على قلبك وإن شاء الله تلاقيه. السلام عليكم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تعال بقى اللي بتقول لي قلب أبيض، هناك حديث خطير يدل على أن القلب هو رمانة الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن إما شبهات أو شهوات. دعنا نتكلم الآن على الشهوات. إيه الشهوات؟ اللي هي المعاصي، اللي هي الربا والزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب إلى غير ذلك من هذه الفتن. هذه الفتن تعرض عليك فتنة شهوة، فيعرض على قلبك النظر إلى النساء، ويعرض على قلبك التعامل بالربا، ويعرض على قلبك السماع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويعرض على قلبك عقوق الوالدين. فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، واحدة، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ده أول نقطة بيضاء. عرض عليك الربا فقلت لا إني أخاف الله، نكت في قلبك نكتة بيضاء. عرض عليك الزنا فقلت إني أخاف الله، نكتت في قلبك نكتة بيضاء. عرضت عليك السرقة فقلت إني أخاف الله، نكتت في قلبك نكتة بيضاء. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. جاء الزنا قبلت، السرقة قبلت، الكذب قبلت، الغيبة والنميمة قبلت، كل ما حرم الله قبلت. نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين: أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. عرفت فين بقى القلب الأبيض؟ القلب الأبيض اللي بيرفض المعاصي، القلب الأبيض اللي بيبعد عن اللي ربنا حرمه. فكل ما أطلقت لسانك وجسدك وعيناك إلى ما حرم الله تنكت نكت سوداء في قلبك، وكلما ابتعدت عن مثل ذلك نكتت في قلبك نكت بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما بيعملش مجهود، ما فيش مجهود بيعمله علشان ينكر، خلاص هو كده اوتوماتيك أي معصية تيجي بيبعد عنها على طول. أما الآخر أسود مربادا شديد الظلمة كالكوز مجخيا. الكوز اللي هو الكوب أو الإناء المقلوب المائل، يعني لا تستطيع أن تدخل فيه شيئا آخر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني ماشي بمزاجه، ماشي بهواه، اللي عاجبه يعمله، اللي مش عاجبه بيسيبه. لا بيمشي على شرع ولا أوامر ولا نهي. يعني يجيله الأمر يقول لو عاجبه ينفذه، مش عاجبه ما ينفذوش. يجيله النهي لو عاجبه ينتهي، لو مش عاجبه لا أنا مكمل. علشان كده بقول لك ما تقولش على نفسك قلب أبيض إلا لما تشوف نفسك على الميزان ده، على الحديث ده. قيس نفسك على الحديث ده، كيف أنت مع أوامر الله وكيف أنت مع نواهي الله. إذا كنت تأتمر بأوامر الله فالحمد لله قلبك أبيض كالصفا، وإذا كنت لا تأتمر بأوامر الله ولا تنتهي عما نهى الله عنه فاعلم أن قلبك يريد طبيبا، فابحث عن قلب. لذلك قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دور على قلبك وإن شاء الله تلاقيه. السلام عليكم.